أعزائي مشاهدي موقع الحمراء، أصحابكم في هذا اللقاء الحصري مع الدكتور أحمد مدلل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في تعقيب على استشهاد الأسير خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. دكتور أحمد، تعقيبكم على استشهاد الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما هو ردكم على هذه الجريمة؟ هذه الجريمة ارتكبتها حكومة الاحتلال مع سبق الإصرار والترصد بالتعنت في الإفراج عن الشيخ خضر عدنان، وهي تعلم مدى المرض والحالة الصحية الرديئة التي وصل إليها، وكان مشرفا على الموت والشهادة. إلا أننا نقول بأن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام. أولا نطالب منظمات حقوق الإنسان بالتدخل فورا لوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، والذي لن يكون الشهيد البطل خضر عدنان أول شهدائها، بل أن هناك شهداء ينتظرون على الطريق من خلال جريمة القتل البطيء والإهمال الطبي. ثانيا المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تمرر هذه الجريمة، وهي تعلم تماما كيف يمكن الرد على هذه الجريمة بأقصى مما يتوقعه الاحتلال الصهيوني. شكرا دكتور أحمد. حياكم الله.